السلام عليكم. ازيكم ابطال اولى اعدادي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن الدرس الثاني، وحدة تانية في مادة الدراسات الاجتماعية، بعنوان الدور الحضاري لمصر في قارة افريقيا في عهد خلفاء محمد علي. قبل ما نتكلم عن درسنا عاوزين نعرف مين الاول هم خلفاء محمد علي. خلفاء محمد علي هم أبناء محمد علي أو أحفاد محمد علي. طيب هما كتير بصراحة، أنا هاخد منهم 3 بس. هما مين؟ عباس باشا الأول، وده ابن محمد علي. طب ابن مين فيهم؟ ابن طسن ابن محمد علي. وهاخد كمان سعيد باشا، وده ابن محمد علي. وهاخد كمان إسماعيل باشا، وده ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي. يعني إسماعيل ده ابن محمد علي. طيب ال3 مالهم؟ ال3 اهتموا بالكشوف الجغرافية اللي اتعملت في قارة افريقيا. طيب مين بالاخص اللي اهتموا بيها؟ اهتموا بالسودان. يلا بينا ناخد واحد واحد كده وعملوا ايه في قارة افريقيا من كشوف جغرافية. اول حاجة هناخدها هو ان خلفاء محمد علي زي ما انا لسه قايله اهتموا هم كمان بالكشوف الجغرافيه بعد محمد علي. وابراهيم باشا اللي هو ابن محمد علي كان بيقول ان مستقبل مصر موجود في افريقيا، فاللي جه بعديه اهتم بكشوف جغرافيه لافريقيا. اول حاجه هنتكلم عنها هو عباس باشا الاول، وزي ما انا لسه قايله هو ابن محمد علي، ابن طسن ابن محمد علي. والله هو عباس باشا الأول ده ما اهتمش كتير بالكشوف الجغرافية اللي موجودة في إفريقيا، بس اهتم بالتعليم. اهتم بالتعليم فين؟ اهتم بالتعليم في السودان. طيب عمل ايه يا ترى؟ الراجل ده عمل مدرسة ابتدائية في الخرطوم، والخرطوم ديت كانت عاصمة السودان. طيب يا ترى مين المدير بتاعها أو الناظر بتاعها؟ عين في الوقت ده قادة من قادات التعليم وهو رفاعة الطهطاوي. اهتم كمان بالتجارة، وده نشاط من الأنشطة الاقتصادية، فنشطت التجارة في عهد عباس باشا الأول بين السودان والدول اللي حواليها. طب هنا ممكن يجيب لي سؤال، والله يقول لي دلل. كان لعباس باشا دورا في المجال الاقتصادي. طب هقول له ايه؟ هقول له حيث اهتم بالتجارة فنشطت التجارة في عهده بين السودان والدول المجاورة. جه بعديه سعيد باشا، وسعيد باشا ده ابن محمد علي. طيب عمل ايه؟ في عهد سعيد باشا اهتم بالكشوف الجغرافية، وفي عهده كمان الدول الأوروبية بدأت تتسابق علشان تكتشف قارة إفريقيا. طيب هي هتكتشفها ليه؟ علشان تستغل مواردها. طب يا ترى مين اللي اهتم أو مين أكتر دولة اهتمت بالكشوف الجغرافية؟ بريطانيا، لما الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية أرسلت بعثات استكشافية. طب يا ترى هي بعتتها ليه؟ علشان تكتشف منابع نهر النيل. طيب هو سعيد باشا ده عمل ايه؟ والله سعيد باشا من كتر ما اهتم بالكشوف الجغرافية، الراجل زار السودان بنفسه سنة 1857. طب يا ترى هو زارها ليه؟ أول حاجة عاوز يحسن أوضاع السودان، بس كمان عاوز قبل ما يحسن أوضاعها يدرس أوضاعها، يعني يشوف السودان ديت فيها إيه. كمان عاوز يعرف الموارد اللي موجودة فيها ايه وينميها. كمان عاوز يهتم بشؤون الناس المواطنين اللي موجودين في السودان. يبقى سعيد باشا عمل ايه؟ زار السودان بنفسه 1857. طب لو جاب لي في الامتحان بما تفسر اهتم سعيد باشا بالسودان وزارها بنفسه 1857، هقول لك لتحسين أوضاعها وكمان لدراسة أوضاعها وتنمية مواردها والاهتمام بشؤون المواطنين.
سعيد باشا كان ليه دور مهم في الإصلاحات اللي تمت في السودان. أول حاجة هو عملها هي الإصلاحات الإدارية. طيب يا ترى عمل إيه في الإصلاحات الإدارية؟ أول حاجة بدأ يدور على الفساد اللي موجود في السودان. لقاه في مين؟ لقاه في الموظفين اللي معروف عنهم سوء المعاملة. طيب راح لمين؟ لمدير الأقاليم وأمرهم إن هم يحسنوا معاملة الأهالي، مش بس كده، ويقيموا العدل بين الناس. من الإصلاحات الإدارية كمان إن هو قسم السودان ل5 مديريات، وكانوا من 5 مديريات مستقلة. كمان كان لكل مديرية نظارة اللي هي وزارة، تمام، ونظارة الداخلية كانت بتتبع، أو كانت كل مديرية بتتبع نظارة الداخلية اللي موجودة في القاهرة بطريقة مباشرة. عمل كمان مجالس عرفية، والمجالس العرفية عملها ودي كانت مكونة من شيوخ القبائل ورؤساء العشائر اللي موجودين طبعا من السودان ومن أهالي السودان. طب يا ترى عملهم ليه؟ علشان يشرك السودانيين في حكم بلدهم، يحسسهم ان دي بلدهم وهم اللي بيحكموا بلدهم. طب يا ترى يعني ايه مجالس عرفية؟ ناس بيبقى ليهم نفوذ في البلد. طيب لازمتها ايه المجالس العرفية؟ لو في 2 متعاركين مع بعض هيفضوا النزاع ما بينهم. لو في 2 بيتخانقوا مثلا على حاجة معينة هيفضوا النزاع ما بينهم. طب برضو انا معرفتش التعريف يعني ايه. هقولك مجالس عرفية هي تجمع من شخصيات ذات نفوذ لفض منازعات بين الأفراد استنادا للأعراف والتقاليد المتبعة. هي تاني ايه؟ تجمع من شخصيات ذات نفوذ لفض منازعات بين الأفراد استنادا للأعراف والتقاليد المتبعة. عمل كمان إصلاحات قضائية. عمل فيها ايه؟ عمل مجالس أقاليم. طيب يا ترى هي مجالس الأقاليم دي اتعملت ليه؟ علشان تفصل في الخصومات المدنية والتجارية. لو في منازعات بين شخصين مجالس الأقاليم دي اللي هتفصل ما بينها. لو في حد أخد من بضاعة من حد، أو حد مضى مثلا لحد على بضاعة وهو ما سددلوش ثمنها، مجالس الأقاليم ديت هي اللي هتفصل في المنازعات دي. يبقى تاني عمل إصلاحات قضائية. إزاي؟ لما عمل مجالس أقاليم وكانت مهمتها إن هي تفصل في الخصومات المدنية والتجارية. يبقى أهمية إنشاء مجالس الأقاليم إيه؟ للفصل في الخصومات المدنية والتجارية. الراجل كمان عمل إصلاحات اجتماعية. إصلاحات اجتماعية، طيب هيعمل إيه يعني؟ أول حاجة إصلاحات اجتماعية، هيهتم بالناس. طب هيهتم بيهم إزاي؟ أول حاجة جه عند نهر الصوبات. وعمل إيه عند نهر الصوبات؟ نهر الصوبات ده عمل عنده معسكر. طب يا ترى عمل عنده معسكر ليه؟ علشان يمنع تجارة الرقيق، يبقى مفيش عبيد عندنا، محدش يباع ويشترى. يبقى راح عند نهر الصوبات وعمل معسكر علشان يمنع تجارة الرقيق. عمل ايه كمان؟ الضرايب اللي كانت على الأهالي. الراجل قرر ان هو يخفض، يعني يقلل الضرايب اللي موجودة عن الأهالي، وكمان يقسطها، وكمان يعفي الأهالي من الضرايب المتأخرة عليهم، ولو في ضرايب على الجنود يسقطها. يبقى في الإصلاحات الاجتماعية عمل حاجتين. عمل ايه؟ عمل معسكر على نهر الصوبات. طيب ليه؟ لمنع تجارة الرقيق. طيب وكمان خفض الضرايب، قسطها، عفى الأهالي من الضرايب المتأخرة، وكمان لو جنود عليهم ضرايب أسقطها. عمل كمان إصلاحات نقل وبريد.
نقل وبريد يعني هيهتم بوسائل النقل وهيهتم بالبريد، وفعلا نظم المواصلات والبريد بين مصر والسودان. طيب عمل ايه؟ عمل محطات. المحطات دي على مسافات، اشمعنى؟ علشان يغير فيها دواب النقل. ما هو هيسافر من هنا مثلا للسودان من خلال حصان او دابة من دواب النقل، حصان، حمار، جمل. حلو. اكيد بيتعبوا وعاوزين ياكلوا، فعمل ايه؟ عمل محطات على مسافات محددة عشان يغير دواب النقل وياخد دبة جديدة علشان يوصل بيها مكانه. طيب الراجل ده كمان او انتهى عمل مين؟ انتهى عمل سعيد باشا. اشوفكم في الجزء الثاني على خير.